السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد. وطبعا زي ما انت عارف او انت لسه ما عرفتش ان في حاجه مهمه لازم تعملها، هم لايك والشير واشتراك في القناه، طبعا فعل الجرس تبعت عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله انا هنزله. وفي المختصر المفيد كده نتكلم عن الشانل بتاعتنا، بنتكلم عن القناه في ان هي بتتكلم عن السمارت ووتش، بتتكلم عن البرامج بتاعت السمارت ووتش بالنسبه للاسعار، بالنسبه للخامات، بالنسبه للقطع الغيار اللي هي موجوده ولا لا، بالنسبه لحل المشاكل اذا كانت اي مشكله جت قدامك. فاحنا ان شاء الله موجودين معاك عشان نشوف الحل بتاعها ونوصل للحاجه اللي هترضيك او الحل اللي هيرضيك ويخليك ان انت يعني مبسوط بالسمارت ووتش بتاعتك. عشان في ناس كتير جدا بتجيب سمارت ووتش وبصراحه يعني ما بتعرفش تتعامل معاها، فبتحس ان هي مكتومه شويتين، يعني متضايقه. فالحوار ده بصراحه انا جربته قبل كده، وفي ناس كتير جدا بتبقى جايبه سمارت ووتش ومش عارفه امكانياتها ايه ومش عارفه تشغلها. فانا ان شاء الله معاك عشان نوصل للحل اي مشكله تقابلك. طب نتكلم النهارده طبعا على السمارت ووتش برده، والسمارت ووتش اللي هنتكلم عنها النهارده هي الهالو 9 الترا 2. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده عن هالو برده، بس كانت هالو 3 بلس، وطبعا هي موجوده في التشانل هنا، ما سيبها لك في علامه الاي اللي هنا او اللي هنا. نيجي بقى نشوف عائله هالو دي بيعملوا ايه كده، بيجددوا ولا زي ما هم، ونشوف النظام بتاعهم ماشي ازاي. نفتح بقى العلبه كده. طبعا اول حاجه هتقابلها قدامك هي الورقه الكتيره او الورق اللي احنا شايفينه ده، بيبقى ورقه كبيره زي ما انت شايف كده. وطبعا زي ما قلت لك هي ملهاش لازمه خالص بالنسبه لنا، ان انا هقول لك كل اللي انت عايز تسمعه. فممكن يكون كاتب لك هنا اسم البرنامج، وطبعا اسم البرنامج احنا عارفينه هو وير فيت برو. وطبعا البرنامج زي ما قلت لك قبل كده عامل عنه حاجات كتير جدا بالنسبه للسمارت ووتش متنوعه، فانا هسيبها لك. طبعا هو موجود في القناه عندنا، يا اما في الاي اللي هنا يا اما في الاي اللي هنا. وبعد اقول كده وفي الاخر بنسى برضه اعمله. تاني حاجه هنقابلها قدامك هو الشاحن. طبعا الشاحن بتاعه وايرلس، الشاحن عادي جدا، لو باظ منك انت ممكن تشتريه في اي وقت عادي. الميزه هنا بقى ان هو عامل لك 3 استراب. الاستراب يا باشا اللي هنا عندك اسود وعندك البرتقاني، بس الفكره ان يعني بصراحه الماتيريال ملهاش اي قيمه، يعني الخامات بتاعتهم تعبانه خالص. هو اللي انت هتكسبه هو اللي هو الاسترتش اللي قدامك ده، القماش، لان خامته عامه عاليه وهو سعره اصلا غالي، يعني انت ممكن تشتريه ب 100 ب 120 جنيه. اما بالنسبه للماتيريال الحاجات الثانيه دي فالاستراب ده كله ب 50 جنيه. نيجي بقى لاخر حاجه واهم حاجه وهي السمارت ووتش نفسها، ونشوف امكانياتها عامله ازاي. طبعا نشيل الورقه كده عشان ايه نبدا الفيديو بتاعنا. طبعا الفكره من الماتيريال عامه الفتره دي كلها ماتيريال كويسه وما بيعملوش يعتبر حاجه وحشه. الفكره في التقفيل ان هم بيقفلوها كويس عشان تكون ضد الميه. وطبعا هنا عندك اللوك بتاع الاستراب، وعندك هنا المسامير متقفله 4 مسامير. الخامه بتاعته معدن زي ما انتم شايفين كده. عندك زرار كبير اللي هو البكره، والزرار اللي تحته اللي هو بيعتبر بيقفل لك الساعه، وزي ما انت تخصصهم انت ممكن تخصصهم باي حاجه تانية تبدل بينهم. وعندك جنبهم المايك، والجنب التاني زرار الاختصار والسماعه. بالنسبه ان احنا نفتح كده الساعه ونسحب من فوق، طبعا لا يوجد رساله. لو سحبنا من تحت هجيب لك الحاجات بتاعتك اللي انت بتستخدمها. انت طبعا عايز تزود الحاجات دي، هخش على كلمه يحرر، تشوف بقى انت عايز تزود ايه. كل الحاجات اللي قدامك دي انت ممكن تزودها عادي جدا، مجرد ما تدوس على علامه الزائد هي تزود معاك او تطلع معاك في الشكل اللي انت شايفه ده. نرجع لورا كده نسحب من الجنب. طبعا هنا خدمه الحاجه سيري. انت طبعا بتشتغل معاك بالتليفون، لازم التليفون بتاعك يكون في نت ويكون انت عامل اقتران بالبرنامج عشان تعرف تشغل الخدمه دي. نرجع لورا نسحب من الجنب كده شويه حاجات بقى ايه اختصارات سريعه. طبعا احنا هنا شفنا موسيقى اهي، بس الموسيقى دي ما بتشتغلش الا بالبرنامج بتاعها برضو، وانت بتحدد الاغاني اللي انت عايزها وبترفعها على السمارت ووتش نفسها. فمعظم الحاجات اللي هنا دي مش هتشتغل غير بالبرنامج. غير نبض القلب طبعا بيشتغل معاك الشكل الاخضر اللي انت شايفه ده، ولازم يكون حاطط ايدك عشان يشتغل، لو ما حطيتش ايدك مش هيشتغل. فنرجع لورا كده. طبعا انت لو عايز تغير الخلفيه تفضل ضغطه طويله جدا، والخلفيات قدامك اهي. طبعا زي ما قلت لك قبل كده انت عايز تحط صوره خلفيه، فكل ده متاح طبعا من البرنامج. ندخل كده ونشوف الشكل من جوه عامل ازاي. نيجي على الاعدادات عشان نبص كده لو في حاجه اتغيرت، حاجه اتعملت جديده. يخطر دي حاجات اللي هي ايه اشعارات. عالمي دي شويه حاجات كده انت ممكن تستخدمها. طبعا اعدادات اللغه قدامك اهي وفيها كذا لغه. وضع عدم الازعاج. عرض التطبيق، وده شكل التطبيق انت التطبيقات عايزها ازاي. العرض والصدوع ده طبعا انت يعني اللي انت عايزه. وقت ايقاف الشاشه، وقت الساطع، ونخليها مثلا 15. ونرجع لورا تاني كده. الصوت والاهتزاز، وده انت طبعا بتحكم فيهم. كلمه المرور دي طبعا بتاعتك. التعريف الرئيسي للزرار اللي هو اللي في الجنب ده، شوف انت عايز تعمله ايه.
البطاريه طبعا هي بيبقى فيها وضع توفير البطاريه، ظبط الوقت، ودي برضو حاجه كويسه جدا. انت اصلا كده كده مجرد ما بتعمل اقتران بالبرنامج هو بيتظبط وبتظبط التاريخ معاه. فنرجع لورا تاني كده ونشوف ايه اللي ما اتكلمناش فيه. في عندك الجزيره الذكيه دي حاجه لو انت يعني جالك اشعار او حاجه انت ما خدتش بالك منها، فهي بتبقى باينه فوق في السمارت ووتش عندك كده، يعني شكل، في حاجات على شكل قطه، في حاجات على شكل مثلا هلال، في حاجه على شكل بتاع النجمه، دايره حمراء، حاجه من الحاجات دي. كل ساعه مختلفه عن الثانيه. اعدادات الشاشه الثانويه دي الاعدادات اللي هي الشريط اللي بيجي من الجنب ده، انت عايز تسحبه كده ولا عايز شكله ازاي، فدي انت باختيارك برضو. والتذكير الصحي ده انت شوف انت عايز تعمل فيه ايه. وضع توفير الطاقه، الايماءات، ودي حاجه جميله جدا، ودي حاجه برضو يعني بتميز الساعه دي، ان انت لو حد رن عليك وعايز ترد عليه بصباعينك دول كده هتعمل كده. هي يعتبر عشان لمسه العروق عندك هنا او العصب، فهي هتسمع الكلام وهتفتح المكالمه على طول. فنرجع لورا كده ندخل على الشكل اللي قدامك ده اللي هو بيبقى فيه مؤقت فيه الحاسب او الحاسبه. في عندك ساعة التوقيف، في التقويم، في صفارة الانذار، في المنبه، آلة التصوير، ال NFC، عندك هنا البحث عن الهاتف وبطاقة العمل. في عندك هنا طبعا انت لو عايز تضيف تطبيقات او تضيف تطبيقات تانية موجود قدامك اهي، التحكم بالفيديو عن بعد، ويو اند مي، وعندك هنا معدل التنفس وسكر الدم. في هنا حاجات تانية كده ممكن نتكلم عنها زي المحفظة دي. المحفظة دي طبعا انت بتعملها، الفكرة في ايه؟ الفكرة ان انت بتعمل هنا الQR بتاعك على السمارت ووتش، فمجرد ان انت يعني تحطها على الجهاز اللي هو بيشتغل وايرلس، فهو مجرد ما هيعرف الQR خلاص ده نفس البطاقة اللي هي في جيبك، بدل ما تطلع البطاقة وتدفع فيها. وطبعا احنا معظمنا ما بنعملش الكلام ده. فنرجع لورا كده. طبعا بالنسبه للحاجات الرياضيه فيها زي ما قلت لك الحاجات الرياضيه كويسه، اما الحاجات اللي هي القياس مثلا التنفس ونسبه السكر في الدم والحاجات دي كلها ممكن ما تكونش حقيقيه. وعندك هنا طبعا شات جي بي تي، وده مش هيشتغل زي ما قلت لك الا بالبرنامج بتاعها اللي هو وير فيت برو. طبعا على فكره برنامج وير فيت برو ده برنامج برنس قوي، فيه شويه شغل عالي قوي بالنسبه لاي سمارت ووتش انت هتلاقيه البرنامج بتاعها وير فيت برو، اشتريها وانت مغمض على طول. وبكده تقريبا ما فيش حاجه تانية ممكن اتكلم عنها بالنسبه للسمارت ووتش. من جوه بنتكلم بقى عن بالنسبه للشاشه. في الشاشه طبعا بتيجي معاك اموليد او سوبر اموليد كمان. الشاشه بتاعتها ما فيش مشكله خالص. وطبعا اول حاجه بنصحها لك ان انت اول ما تجيب سمارت ووتش تعمل لها سكرين على طول، عشان برضو الحمايه انها تخبط منك او تخش، لان هي كده كده لو وقعت منك على الارض يعني ممكن تتكسر عادي جدا. والحاجات دي طبعا بالنسبه للبطاريه بتاعتها، في البطاريه بتاعتها بتقعد وقت طويل، انت طبعا حسب استخدامك، بس ممكن تقعد معاك 5 ايام لحد اسبوع كمان. نيجي بقى لاهم حاجه اللي انت بتسال عليه وهو السعر. وطبعا سعرها بيتراوح معاك هنا من 1550 لحد مثلا 1800 على حسب طبعا الجو اللي انت شايفه ده، بتتغير الاسعار، بس هو تقريبا في حدود ال 1000 ونص. طبعا انا من رايي المتواضع اللي بيقدم ولا بيأخر ان انت تشتري الهالو 3 بلس اللي اتكلمنا عنها قبل كده، لان هي فيها ميزه واحده بس بتفرق بينها وبين الساعه دي، وهو الاستوديو اللي هو معرض الصور. انت ممكن تفتح عليها صور وممكن تشوف الصور بتاعتك على السمارت ووتش. طبعا هو البرنامج بتاعها مختلف عن البرنامج ده، بس هي دي الميزه بس اللي ممكن تتغير بينهم. اما بالنسبه للشكل الامكانيات لكل حاجه من الحاجات دي، وبالنسبه للسعر فهم قريبين من بعض. ونصيحه يا اخويا بقى، ما تفرحش بالاسترابات الكتير اللي انت شايفها دي، ان انت في ساعه فيها 9 ستراب، فيها 10 ستراب، فيها 13 ستراب. كل الحاجات دي ملهاش اي 30 لازمه بالنسبه لك، انت ممكن تشتريها عادي. يعني الحاجات دي ما تتوقفش معاك على امكانيات السمارت ووتش بتاعتك. طب وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده. طبعا لو عندك اي سؤال او اي حاجه عايز تسال عليها فاسال لي في التعليقات هنا، يا اما عندك لينك الانستجرام، الفيسبوك والواتساب، ممكن تسالنا على اي واحد فيهم. وطبعا لو عايز تشتري السمارت ووتش دي او اي سمارت ووتش تاني فعندك لينك الموقع موجود عندك في الديسكريبشن تحت. وتابعونا على الانستجرام باسم مصطفى العجمي 2000. فان شاء الله كده هنكون مع بعضنا، لو عندك اي مشكله هنحاول نحلها مع بعض. بصوا الفيديوهات جايه كتير ان شاء الله، وزي ما بقولكم دايما فكروها صح.